هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن get ready with me، قعدة بنات واحنا بنتكلم كده. عندي فرح، بس قبل ما ابدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدأ الفيديو ده مختلف اول مرة اعمل فيديو من النوع ده، فلو حبيتوا النوعية من الفيديوهات دي اكتبوا لي في الكومنت. انتوا كتبتوا لي على قناتي بتاع الواتس، اللي مش عامل لها فولو يروح يعمل لها فولو، هحط لكم اللينك بتاعها في اول كومنت. كلمتوني كتير وقلتوا لي يا رونيا اتكلمي لنا شويه زي زمان، زي ما كنت بتقعدي معانا، فانا قلت كده ريديوزني وانا بتكلم معاكم. هاي لبست البتاع دي، البلوزه دي عشان ايدينا وحرام. المهم انا عندي فرح، والفرح ده مش قريب مني قوي ولا يعني صاحبتي اللي عازماني. فحاليا انا عندي طقم جديد خالص لسه عاملاه امبارح، اول امبارح لسه فصلته عشان مش موجود منه، هو طلع ترند سود كده، هحط لكم صورته هنا. السود ده انا حبيته جدا وعملت لون برجندي عشان ماي فيفورت كولر. فحاليا انا هوريكم الاوتفيت. بصوا، هو المفروض يبقى فيه كده 3 زراير، انتوا هتشوفوه في الصوت اصلا في اللي انا هحطه، فالمفروض يكون موجود. دول انا ما عملتهمش عشان لسه عامله امبارح، والزراير دي اول امبارح، والزراير دي بتحتاج وقت، قال لي اسبوع قبل ما اعملها. فانا صراحه لازم البسه، انا حابه متحمسه ان انا البسه، انا عملته عشان البسه وكده، فهلبسه. ومش لازم الزراير، يعني هي عامله لي خيطه كده، خيط كده مكان الزراير، انتوا هتفهموا لما تشوفوا. فيلا نوريكم اول حاجه الاوتفيت. ليتس جو. اول حاجه دي القطعه اللي فوق، هو زي شميس كده بس قصير ومفتوح اهو. وانا كنت هعمله كده اللي هي هنا، بس هو من النوع اللي هو بيتفتح اوكي اهو. ولسه كوياه، وديته عند حد يعني بيكوي، ما كويتوش انا عشان يكون احسن، فاهمين؟ فاهو. ومن هنا مش استك، لا اللي هي بتبقى مثنيه، دي اللي لسه طالعه جديد. واوريكم الجيبه بقى. بصوا بقى الجيبه، بصوا جمال الجيبه اهي. دي بقى اللي المفروض فيها الزراير، هي دي، بس لسه هتتعمل، بس عادي يعني مش فارق، هي دي. انتوا هتشوفوا اهو. المشكله مش هوريكم في الاخر شكلي، دي المشكله اهي اهو. بصوا عماله احاول اصورها لكم، فانا كده هوريها لكم، بس انا اوريدي هحط لكم الصوره فهتفهموا. بصوا انا هلبس عليه تحت الشميز ده عشان يكون مفتوح البيزك الابيض ده الكيوت ده. بصوا انا المفروض الصوره اللي انا حطيتها لكم هي لابسه بيزك ابيض، بس انا صراحه ما حبيتش، حاساه كده مغمقه ومش مديله كده حاجه جميله كده، فانا هلبس البيزك الابيض مع اني عندي بيزك اسود، بس المشكله مش في كده. بصوا المشكله في الطرحه، انا عندي كل الالوان، عندي حرفيا كل الالوان، بس حاسه اللي هيليق اكتر البيج اهي. بس المشكله هي مش مكويه، فهكويها يا اما اشطفها، هشطفها وانشرها، عشان انا اصلا بادئه بدري جدا. تخيلوا المفروض ابقى جاهزه امتى؟ الساعه 8، الساعه كام؟ الساعه 5:30. انا بتكلم من معاكم من 5:15، فقلت ابقى جاهزه احسن بدري عشان لسه في الفيديو، وما افضلش اقول يلا بسرعه وكده وكروت لكم الفيديو. فهشطف دي و هعمل ايه؟ هنشرها اوكي. بصوا شطفته، غسلتها يا اصدقائي ونشرتها. او في حاجه مشكله معايا، ان الموبايل 60% 57% كمان، فانا خايفه يفصل واروح ما تصورش. مش عارفه بقى دلوقتي اعمل ايه. اوكي ثانيه، مش عارفه انا مالي كل شويه اعمل ازاي كده ليه، مش عارفه، مش هعمل تاني. المهم دلوقتي هنحط سكراب على بشرتنا، ده اسمه ستاركي بالعسل والحليب، كان في منه كذا طعم، بس انا ما اخترتش غير ده. المهم دلوقتي انا هحطه على بشرتي واسيبه لمده 10 دقايق مثلا، بس مش بسيبه بقى، انا بفضل احك يعني مده 5 دقايق 10 دقايق
اقل حاجه، اكتر حاجه سوري. مش فاهمه مالي، مش فاهمه. المهم انتوا اخباركم ايه السنه دي بالمرايه؟ مرايتي الكيوت. بصوا انا خايفه ازهر فالمهم هاخدها دي كده. قولولي ايه اخباركم. كتير بيقولولي اعملي فلوجاتك زي زمان. هي فلوجاتك حلوه دلوقتي، بس زي زمان كانت احلى. ان انا اتكلم معاكم وانا برتب المكتب. بصوا يا اصدقائي، انا كنت بتكلم معاكم وانا برتب المكتب عشان المكتب كان مبهدل، عشان كنت في دراسه. انا دلوقتي برتبه في دقيقه وما كملش دقيقه، عشان هو ما علوش حاجه. فعشان كده انا مش بتكلم معاكم. اما في الدراسه كنت ببقى برتب المكتب وبياخد وقت مني، عشان كده كنت بقعد اتكلم معاكم. فلو حابين كده عادي ممكن اتكلم من غير الايه، ان انا امسك وانا برتب يعني المكتب. في حاجه النهارده مش فاهمه مالي. المهم دلوقتي بنحط السكراب. والله انا مش عارفه اقول لكم ايه، عايزين نتكلم بس مش عارفه اتكلم في ايه. فممكن انزل دلوقتي اسك على على قناتي بتاع الواتس، واقول لكم اسالوني، بعمل لكم فيديو. ف بفكر في كده يعني. بصوا يا اصدقائي، اهو دلوقتي انا حطيت الماسك على بشرتي، ومش هعمل بايدي، هعمل بايدي فرشه كده زي سيليكون، مش مبهدل، مش جامده قوي، هي طريه كده وجميله. فهعملها على بشرتي مده 5 دقايق او 10 دقايق كده وارجع لكم. هلو، رجعت لكم بعد 5 دقايق اعتقد يعني. بصوا عملت بشرتي عملت سكراب وغسلتها تحفه، بيدي كده نضاره جميل. عايزين بقى ماسك ترطيب. اهو جبت الماسك ده، ماسك بالحليب تحفه اهو. وتغسلوا فرشتكم اللي انتوا بتستخدموها من كل نوع ماسك. اوكي دلوقتي بقى انا هحطها، بس الاول تنشفوا بشرتكم من الماسك الاولاني. ازاي بقى بنشفها؟ انا مش بنشفها بفوطه يا اصدقائي، عشان بجد الفوطه بتجيب حبوب. فتخصصوا قماشه كده تكون للبشره بس، ولا الايد ولا اي حاجه، انكم تنشفوا بشرتكم. ومش تعملوا كده تنشفوها، لا تطبطبوا انتوا تنشفوا، او بمناديل عادي. برضو عملتي دي. اوكي اهو بعد ما نشفت بشرتي. حاسه ان الفيديو ده هيطول مني قوي، بس انتوا قبل كده قلتولي انا نفسي اشوف فيديو من فيديوهاتك 40 دقيقه، بس مش للدرجه دي، مستحيل يكون كبير كده، بس حاساه يكون كبير عشان انا بتكلم وكل حاجه بتكلم فيها. فدلوقتي انا بحط ماسك، ما تكتروش قوي ولا تقللوا قوي، عشان لو كترته مش هينشف وهيقعد فتره كبيره جدا، ولو ما كترتوش مش هيعمل مفعول اصلا. خير الامور الوسط. بصوا بقى انا هسيبه على بشرتي اعتقد مده ربع ساعه، هو ده اكتر بيساب، مش بنسكراب، فممكن يقعد ربع ساعه 10 دقايق. فالوقت ده انا هنزل لكم البوست على الواتس عشان نتكلم، بدل ما احنا مش اي حاجه كده. اقول لكم على حاجه وبقعد اعمل كده، فانا قاعده بعمل مش بتكلم. وانتوا اصلا حابين ان انا اتكلم، فبس اتكلم عن ايه بالظبط ما قلتوليش. هقول لكم بعد اتكلم عن ايه. دلوقتي بقى انا خلاص حطيت الماسك على بشرتي كلها. اللي مش هيعمل فولو على قناه الواتس بجد فايته كتير. انا ببقى قاعده مثلا كده زهقانه، اقول لكم ابعت بقى على الواتس انا زهقانه، قصدك تقولوا لي يلا نلعب وكده، وبنقعد نلعب اسئله، انتوا تسالوني وانا اجاوب عليها، وتقولوا لي مواقف، حاجات عفويه كده بتسالوها لي. هتحبوا قوي الاجواء هناك في الاجازه. بس اوكي دلوقتي انا حطيته بقى على بشرتي وهسيبه شويه حلوين. فدلوقتي الساعه و39 دقيقه، هنشوف بقى هنسيبه قد ايه. اوكي الو، هاي اصدقائي، رجعت لكم تاني الساعه 6:15. مش ده كله، بس انا قعدت شويه، قلت ان حاسه اني هبقى بدري كده شويه. ف
كتبت لكم البوست ده 50 رد عليا، فكتير قوي. ففي اول رد عليا هو اكتبي لي نصائح لاولى اعدادي، فانا هجاوب على ده طول الفيديو، ولو وممكن يعني اتكلم فيه شويه وبعدين نكمل بقى تكيستنا. هاي، رجعت لكم دلوقتي. هرطب بشرتي، وده فازلين حاطه فيها فازلين زي مرطب للشفايف، وده بتسرح الرموش والحواجب. بس دلوقتي بقى انتوا كنتوا عايزين نصايح لاولى اعدادي. اول حاجه مش هقول لكم على جدول، انا اقول لكم ازاي تعملوا جدول، ازاي تنظموا، ازاي. لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف اصطاد، فانا هعلمكم. اول حاجه لازم تعرفوها انكم انتوا اهم حاجه يكون عندكم انكم بتعرفوا تحلوا انجليش، يعني متأسسين عندكم الاساس، بتعرفوا كلمات، معاني كلمات كتير اللي انتوا واخدينها. طب لو انتوا مش متأسسين وما كنتوش بتذاكروا وانتوا صغيرين، النتيجة دي ان انتوا بقيتوا مش شطار في الانجليش. اول حاجة تعملوها انكم تاخدوا كورس في الاجازة. انا يا اصدقائي ما بقيتش اخد، انا كنت بوريكم الفلوجات اللي قبل كده ان انا كنت باخد كورس انجليش، بس انا ما بقيتش اخد عشان كتير قال لي ان انتي داخله ثانويه عامه، فانا داخله تانية بكالوريا اصدقائي، يعني ثانويه عامه يعتبر. فكتير قال لي ما تذاكريش خالص ولا تعملي اي حاجه ولا تاخدي كورسات في الاجازه، عشان بجد هتندمي بعدين. نامي بس، تمشي، خروجي، اعملي اللي انت عايزاه، انك تعملي مجهود في الاجازه، عيشي حياتك عشان مستنيكي كبير وسنة وكده. فعشان كده صراحة اخدت من النصيحة، والنصيحة حد مجرب وكده وجايب 98%، فعشان كده صراحة اخدت النصيحة. اما بالنسبة اللي داخلين اولى اعدادي، لا دي تاخد، انت مش داخله ولا ثانويه عامه ولا حاجه، فلازم تاخدي كل يوم تخصصي ساعه انك تاخدي كورس انجليش. وبالنسبه للكورس الانجليش، انا كده ازاي تاخدي كورس انجليش، انا كده هعمل لكم فيديو عن الموضوع ده، انكم ازاي تتعلموا الانجليش من الصفر، وان شاء الله هنزله. برضو ما تستنيش، ابدأي بأي حاجة، ابدأي بأي فيديوهات تقولي ازاي اتعلم انجليش من الصفر وهيجيلك كورسات كتيرة. ابدأي عشان انا ممكن اخر عادي، فما تستنينيش وما تستنيش الحاجة يعني تقولي حاجة لا لما رانيا تنزل، لا ابدأي على طول. الحاجة التانية، حاولي تعملي وقت يكون مخصوص للمذاكرة، يا اما الصبح يا اما بالليل، يا اما من الساعة 5 لحد ما انت بقى حابة، يا اما من الساعة 10 بالليل او 9 او 6 المغرب، وفي فترات كتيرة. فتحاولي بقى انك انت تذاكري في الوقت ده. انت بقى مش كلنا زي بعض، ففي ناس بيحبوا يذاكروا بالليل وفي ناس بيحبوا يذاكروا الصبح، فكلنا مش زي بعض. ما تعملوش زي الناس وخلاص، فانتوا تعملوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا هتفهموا منها. انت ممكن مش بتحبي تذاكري الصبح، بس المذاكره الصبح كتير بيقول عليها، وصاحبتك بتذاكر الصبح وشاطره، تروحي انت مذاكره الصبح مش هتفهمي بدل انت مش بتحبي كده. فالاحسن تذاكري اللي انت بتحبيه مش اللي غيرك بيحبه. بصوا يا اصدقائي، دلوقتي انا خلصت كل حاجه والساعه 6:30، ما بقيش بس غير اللبس والميك اب. والميك اب مش هياخد غير نص ساعه مثلا، ونص ساعه هلبس في ثواني ان شاء الله. انا بقول كده وفي الاخر يعني باخر. فالساعه 7 هبدا البس، اوكي؟ فالنص ساعه يلا بينا نتكلم، مش نص ساعه يعني كلها. فتالت حاجه برضو انك انتي تكتبي تو دو ليست. يا اصدقائي انا مش كاتبه سكريبت الفيديو ده خالص والله، فانا بكلمكم كده زي ما احنا قاعدين مع بعض، وبعرفكم الحاجات اللي انا بجد استفدت منها من اولى ثانوي من تجربتي. فانك انتي تكتبي تو دو ليست قبل ما تذاكري، تكتبي ايه اللي عليكي، وفي الاسبوع برضو تكتبي ايه اللي لازم تخلصيه، عشان في الاسبوع دي بجد حاجه مهمه جدا وهي هتفيدك جدا جدا جدا.
رقم 4، مش انت مثلا في مادة مثلا زي ما انا كنت بعمل الفلسفة كنت بقول مش مهمة بس هي مضافة، مش مهمة ومش لازم. جيت في الترم الاول، الترم التاني الحمد لله لا عدلت نفسي، بس في الترم الاول قلت لا مش مهمة ومش مهمة واستهونت بيها، وجيت ليلة الامتحان مش عارفة حاجة فيها، انا مش عارفة حاجة فيها. فلا، اوعوا تعملوا كده، اوعوا ابدأوا الدروس كلها في الشهر اللي انتوا هتبدأوا فيه، مش تبدأوا دروس وتقولوا الدرس ده هاخده في اخر شهر، لا. طب لو مش مضاف ممكن تبدأوا بآخر شهر وتاخدوا مراجعات، بس ده اللي مش مضاف زي الفرنساوي، البرمجة كده يعني. بصوا انا عمالة افكر، فعشان كده بقى في الفيديو بفكر ايه بقى اللي فادني تاني. فانا مش عايزه اجيب حاجات من النت وما كنتش انا جربتها، فانا عايزه حاجات تكون مجربه فعلا. في نصيحة كده هتستغربوا منها، ما اعتقدش حد قالها عليها في اليوتيوب خالص، ان كنتوا تاخدوا شوية اونلاين وشوية سنتر. طب مش كله سناتر، كله اونلاين عادي بس مش كله سناتر. بجد يا اصدقائي السنتر بيضيع وقت بطريقة رهيبة، وبرده مش كله اونلاين، عشان ايه؟ ممكن تراكموا كده، فالمادة اللي انتوا مش حلوين فيها قوي خدوا سنتر واونلاين، فاهمين؟ اهم حاجه انكم ما تاخدوش كله سنتر، عشان بجد يا اصدقائي السنتر بيضيع الوقت بطريقه رهيبه. انت مثلا عندك، انا كنت كده، كنت مثلا عندي درس الساعه 2، انا كنت في اليوم اللي بروح درس انا ما كنتش بذاكر فيه حرفيا. فبصوا انا الساعه 2 عندي درس، انا كنت بجهز من الساعه 1، ممكن الساعه 12 افطر واجهز حاجتي ولو هاخد شاور، وابدا 1 ابدا البس، وبعدين اروح الدرس الساعه 2 واجي عقبال ما اجي من هناك الدرس اللي هنا الساعه 3 ونص، يعني عقبال ما ادخل البيت واقعد وارتاح وكده الساعه 4 ولسه بتغدى 5. لا بجد بجد بيضيع وقت بطريقه رهيبه. انت لو عندك درس الساعه 3 انت ممكن تضيع 4 ساعات، ساعتين قدام وساعتين قبله، غير هو يعني لا بجد. ف انا مش بقول لكم ما تاخدوش سنتر، عشان في مدرسين انتوا ما تقدروش يعني بجد بتفهموا منهم قوي، فانا مش بقول لكم كله، فبقول لكم نوعوا، اوكي؟ فدي نصيحة مهمة جدا جدا. مش عايزة اتكلم تاني عشان بجد الفيديو هيطول، لو عايزين اعمل لكم فيديو مخصص لنصايح لاولى اعدادي هعمل لكم ان شاء الله، والتالتة اعدادي برضو عشان اللي داخلين تالتة اعدادي احنا اللي داخلين تالتة اعدادي واللي داخلين تالتة ثانوي واللي داخلين يا بكالوريا، هاي انا زيكم رجعت لكم تاني حاليا الساعة 7، اوكي؟ رجعت لكم دلوقتي، يلا بينا نحط الميك اب. قربتكم قوي عشان تكونوا جنبي كده اهو، يلا نجيب كده ونحطها قدامنا، اوكي؟ اول حاجه هعملها عايزه احط منكير، ومش عايزه في نفس الوقت عشان الاسيتون من عندي خلص وانا هكسل ان انا اجيبه، فخايفه ان انا الصلاه فالمشكله ان انا عايزه اكمل فاينل لوك، فللاسف هحط، للاسف يعني بجد والله مش عايزه احط ابدا. حبيبي وانا على بالي شوقي ليك، وانا كتير بفكر لايكي او ضفر، فهحط الباقي وارجع لكم. عملت، حطيته اوكي. دلوقتي انا حطيتها اهو، يلا دلوقتي بقى نحط الميك اب. بصوا انا مش هحط ميك اب كتير، بصوا بعد ما حطيت الكونسيلر بسيبه شويه، ولما بسيبه بعدين بعمله بالبيوتي بلندر، ومش بعمل كده، لا بعمل كده طب اوكي، بس هنسيبه ينشف شويه، اوكي؟ مش عارفه احط ايه تاني. هنحدد بقى بالليب لاينر بس خفيف قوي يعني مش هبين خالص. هاي رجعت لكم بعد ما دمجت الكونسيلر وعملت الليب لاينر، بجد تحفه. انا كنت هحط ليب جلاس، يا اما احط من ليب جلاس ده، يا اما ده يا اما ده، بس انا مش هحط عشان بجد خايفه ابوظ، فممكن احط من ده خفيف قوي من جوه كده، انا اصلا دمجته فتحفه، فانا خايفه يبوظ ومش عايزه اتقل في نفس الوقت، انا حطيت خفيف جدا
اوكي. ودمجت الكونسيلر بعد ما نشف، فاحنا مش هنحط اصلا فاونديشن وكده، هنحط بقى بلاشر اهم حاجه اصلا اي لاف. وهنحط من البتاع ده اللون ده، واللون ده بحطه كده على مدمع العين بيخليه شكله واو. وممكن احط كده اماشي كده حاجه بسيطه تحت العين زي الكوريين، فبيبقى واو. الاول قبل ما احط اللي هو مدمع العين هتني رموشي. مش هحط مسكرة عشان كده هأفور وانا همشي في الشارع، فصراحة انا بتكسف جدا. تنيت رموشي ما شاء الله ما شاء الله تحفة، الله اكبر. فدلوقتي بقى هسرح بس رموشي وحواجبي مرة كمان. انا اصلا من النوع اللي ما شاء الله مسكرت رموشي من النوع اللي هي طويلة، فانا ما كل ما حد يشوفني يقول لي هو انت حاطه مسكره، فما شاء الله يعني. بحط اللي هو على مدمع العين، يا رب تكونوا شايفين كويس. حطيت مدمع العين وحطيت بلاشر. اوكي، هحط بقى ده كده في خدودي برضو بيزود لمعه كده شويه، بيبقى شكله تحفه. وبس كده انا خلصت الميك اب. دلوقتي يا اصدقائي انا خلصت الميك اب، مش عارفه انهي معاكم الفلوج دلوقتي ولا لا، بس لو نهيتها لحد الان يعني كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي.